مساء الخير. اهلا بيكم في اسهل طريقة مع ميمي. النهاردة بقى هنعمل حاجة خطيرة، الفطير المشلتت. كلنا بنحب الفطير مع العسل ومع الجبنة ومع المشو، مع حاجات كتيرة جدا. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي بطريقة سهلة وبسيطة وما بياخدش منك وقت خالص. نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت العجان هنحط كيلو دقيق اللي هو متعدد الاستخدامات او بتاع المخبوزات، عليه معلقة ملح. هبتدي ازود المية للدقيق وانا بعجن. المية ملهاش مقدار، انا هفضل اعجن وازود في مية لغاية لما يديني العجينة اللي انا هوريها لكم دلوقتي. مبدئيا كده هحط حبة مية واشغل العجان او بايدي برضو زي ما اتفقنا. وطول ما احنا بنعجن بنزود ميه لغايه لما العجينه تلف معايا وتديني عجينه ينفع ان انا افردها، يعني ما تلزقش في ايدينا. ولو حصل ان العجينه طريت منك قوي ممكن تضيفي لها شويه دقيق تاني. خلاص خلصنا عجن، والعجينه بتاعتنا اهي، بصوا شكلها مش بتلزق ولا حاجه في الايد، ولكنها طريه وحلوه جدا مش ناشفه. حطينا العجينة بتاعتنا في طبق ودهناه كويس جدا بالزبدة، ودهناها هي كمان بالزبدة، وهنسيبها ترتاح بقى مثلا نص ساعة. وهروح اشغل الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة. هنشوف بقى العجينة بتاعتنا ارتاحت ولا لأ. هنعرف ازاي اذا كانت ارتاحت ولا لأ. هنشوف بصبعنا كده، اذا بصمت كده تبقى ارتاحت خلاص. يعني بصمت يعني مكان صوابعنا بقى باين. هناخدها بقى على رخامة مدهونة. انا بفضل، يعني في ناس ممكن تحط زيت، انا بفضل تبقى زبدة على زيت. خلاص خدها كده، هعملها اسطوانة وهقطعها 6 قطع نص كده، وبعدين كل قطعة 3 علشان اعمل 3 فطاير. تمام اهو. اجيب كل قطعة وهدورها كده اهي، بقت كورة، وهحطها على الطبق المدهون. ادي الفطير بتاعنا قطعناه ل6 قطع وحطيناه على طبق مدهون تاني بالزبدة، وهنغطيه كمان مرة، يبقى دي تاني مرة هنسيبه يرتاح فيها. اخد من الزبدة وافرد. بصوا علشان مرتاحة، بسم الله ما شاء الله بتفرد معايا على طول. ندهن زبدة، هنقطع اهو. دي 1 2 3 4 5 6 7. وهنبتدي، انت حرة بقى قطعي زي العدد اللي انت حباه. هنحط كده اهو، دي فوقها ودي فوقها كده، دي فوقها كمان اهو. اهي، واخر واحدة هنلم كده لتحت. بصوا هنلم لتحت اهو، وهنفرد بقى الفطيرة بتاعتنا التانية.
ندهن زبدة. ناخد بقى العجينة بتاعتنا او الفطيرة الاولانية اللي احنا عملناها، هنحطها هنا كده في النص اهو. مش مهم شكلها يبقى ازاي، يعني مش لازم مدورة. هتشوفي دلوقتي احنا هنظبط الدنيا حالا. هنقطع بقى كده اهو حواليها كده كده. بس هنسيب واحدة كبيرة كده 3، ادي 3 ودي هتبقى السبع. نبتدي نحط كده، نغطي العجينة الأولانية كويس، نفرد اهو اهو. بصوا انا بغطي، مفيش اكتر من كده، يعني انا بغطي العجينة الاولانية بالعجينة التانية اهي. غطيناها خلاص. نيجي بقى دي اخر واحدة، نروح شدينها عليها كده اهي كويس قوي. نروح مسوينها كده من تحت، ندخل تحتها اهي. شوية زبدة كده حلوة، وهو يوم الزبدة العالمي النهاردة. هنقوم ايه نقلين الفطيرة بتاعتنا كده اهو، وحاطينها في الصينية في النص، وهسيبها ترتاح. يبقى دي تالت مرة هنريح الفطيرة، مرتين قبل كده ودي تالت مرة واخر مرة. تمام، هسيبها ترتاح بقى على ما اعمل الفطيرتين التانيين. بعد بقى الفطيرة بتاعتنا ما ارتاحت كده، هنبتدي بقى ناخد شوية زبدة ونفرد. نفردها بقى كده، بصوا بتتفرد معانا بسم الله ما شاء الله، حلو جدا اهي. هنفرد، احنا مش عايزين نخليها رفيعة قوي ولا تخينة قوي، يعني ايه خير الامور الوسط اهي. فردناها اهو، ونحط كده كمان شوية زبدة ونمسحها اهو، ونخش بيها على فرن درجة حرارة عالية جدا، مسخناه بقالي نص ساعة. هحطها على الرف التحتاني، وهكون مولعة الشواية على الهادي خالص، يعني الفرن يبقى عالي والشواية على الهادي وهي في الفرن من تحت. هتاخد لها 10 دقايق 12 دقيقة، يعني في الحدود دي حسب الفرن بتاعك، لغاية لما تحمر وتعلى. الفطيرة بتاعتنا اهي طلعت من الفرن، بصوا بصوا بتخروش ازاي. هنستنى عليها شوية، هنغطيها بالفويل وهنسيبها 10 دقايق كده ولا حاجة، بس علشان ما تنشفش. الفطير بتاعنا طلع من الفرن وغطيناه بالفويل، وبعد شوية كده 10 دقايق وشلناه من الصينية. حاجة كده تحفة. سامعين الخروشة؟ شايفين؟ بصوا تعالوا كده نشوف مع بعض.
حاجة ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة. تعالوا نبص كده، بصوا الرقات، بصوا بصوا من جوه، بصوا. اظن مفيش اسهل من كده. شايفين؟ ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكوا كل جديد. وكمان ما تنسوش الكومنتات عشان بستناها، عشان اعرف رأيكم في الحاجات اللي انا بقدمها. ودي كانت طريقة عمل الفطير المشلتت بأسهل طريقة مع ميم.